النجاح في اي مجال مش محتاج انك تبقى عبقري او متخرج من كلية كبيرة. الموضوع كله راجع لحاجة واحدة بس، ايه هي المهارات اللي بتعرف تستخدمها. انا كمحمد اول ما دخلت الجامعة المشكلة اللي كانت بتواجهني وهي الفلوس. عايز اشتري اللي انا عاوزه سواء لبس اكل شرب كورسات زي اي حد تاني، يعني انا مش جاي من كوكب المريخ. فدي مشكلة ولازم لها حل. ايه هو الحل؟ انك يبقى معاك فلوس. طب واجيب فلوس ازاي؟ يبقى لازم تشتغل. طب معاك مهارات لشغل او وظيفة معينة؟ لا، يبقى انزل ودور على اي شغل يقابلك. انا رحت مطاعم وكافيهات وبقالات ومحلات بنشاطات مختلفه، وكل واحد فيهم ما كنتش ببص هاخد كام قد ما انا كنت عايز اشتغل وبس. ومن هنا بدات قصتي وتاثيري على نفسي اولا، بعدها على اهلي، وبعدها على الناس المختلطه بيا. وبدات ان اي مشكله او فكره او كورس ببدا اشوفه كأنه مشكله، وبدات ابحث واعمل خطوات للحل. وهنا انا ربطت لك مهارتين ببعض، وهم من اهم المهارات اللي لازم تكون عندك حاليا، مهاره البحث وحل المشكلات. بس علشان اكون صادق معاكم، انا ما اتعلمتش المهاره دي في يوم وليله، بالعكس دي حاجه اهلي ربوني عليها، انك تعتمد على نفسك. لايك وفولو وتحول لمبرمج.